السلام عليكم بنات، اش اخباركم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم غنشارك معكم هاد القريشلات حلوين غزالين بزاف البنات. ممكن تبدايهم كمشروع مربح جدا، ساهلين اقتصاديين، يعني مكونات متوفره عندك في البيت، ومشروع كيف ما قلت لك راه تبارك الله فيه ربح كتير وساهلين. الطريقه ديالهم ساهلين بزاف. المهم ما نطولش عليكم، ندوزو مباشره المقادير. بالنسبه للمقادير عندي كاس ديال الحليب دافي شويه، كاس ديال الزيت، نص كاس ديال مزهر، كاس لاروب ديال سنيده، 2 بيضات، 4 المعالق ديال زنجان، 2 معالق ديال نافع، فانيلا، 2 خمارات، شويه ديال الملحه. وهنا في واحد القصريه غنبدا اولا غنهرس واحد 2 البيضات. دائما البيض يكون بدرجه حراره المطبخ، يفضل حجم متوسط. غنضيف عليهم كاس لاروب ديال سنيده، نص كاس ديال المزهر، كاس ديال الزيت، وكاس ديال الحليب. كيف ما قلت لكم البنات ساهلين بزاف، يعني في الطريقه ديال التحضير ديالهم ما كيشدوش اليد، دغيا كتخدميهم. هنا كما كتشوفوا راه كديروا المكونات كلشي دقه واحده. شويه ديال الملحه، بالنسبه للملحه ماشي كندير غير واحد القريصه، كندير شي شويه تقريبا واحد نص معلقه صغيره مع عامرش ديال الملحه، وواحد ساشي ديال الفاني صافي. وهنايا البنات غادي نخلط فقط بالفوي. غنضيف النافع وزنجلان. كيف ما قلت لكم النافع 2 المعالق وزنجلان 4 المعالق كبار. صافي غادي نخلط كيف ما كتشوفوا فقط بالفوي. غنخلط جميع المكونات مع بعضياتها، ومباشره غادي نبدا نضيف الدقيق. كيف ما قلت لكم البنات العجينه راها سهله بزاف، يعني واخا تكوني من اول مره اول تجربه ليك راها غادي تنجحي ان شاء الله، ناجح 100%. تبعي فقط الطريقه وتبعي المقادير راه غادي ينجح معاك. وصافي هنايا غادي نبدا نضيف الدقيق بالتدريج. هنا البنات خدات ليا تقريبا كيلو لاروب ديال الدقيق، يعني المهم نتوما على حساب الدقيق، كاين الدقيق اللي كيشرب كاين اللي لا. غتاخذ لكم تقريبا هكاك واحد 8 الكيسان تقريبا. المهم نتوما ردوا البال، ديروا نص كيلو ديال الدقيق على دفعتين، والباقي بقاو ديروه على دفعات. هنا الدقيق انا راه مغربلاه، دقيق خاص بالحلويات، ولكن ضروري انه يتغربل. وصافي هنايا كنخلط واحد شويه بالفوي. هنا درت تقريبا واحد 2 الكيسان كنخلطهم هكا بالفوي، ومن بعد راه غادي نحيد الفوي وغنكمل بايدي. بالنسبه للخماره البنات عندي خماره ونص، عندي 12 غرام ديال خميره الحلويات. وصافي هنايا الخميره ضروري غادي نغربلها. كيف ما كتشوفوا ضروري تغربلوها باش تفادوا هذوك الكويرات ينزلوا لكم. صافي هنايا راه درت غير نص وحده، درت خماره ونص كيف ما قلت لكم، المجموع 12 غرام. وبالنسبه للدقيق صافي غادي نكمل هنايا نخلط، نكمل نجمع بايدي. هنا البنات راه ما كنجمعوا ما كندلكو، ما كندلكوهاش نهائيا، غير كتجمع فقط. وصافي هنايا غادي نبقى نضيف الدقيق بالتدريج. كيف ما قلت لكم خدات تقريبا كيلو لاروب ديال الدقيق، ولكن ما ديروش الدقيق دفعه واحده. انا كنقول هاد النصائح بالنسبه للمبتدئات باش ان شاء الله ينجح معك. نص كيلو ديال الدقيق ديريه على دفعتين، يعني 2 المرات هكا، وما تبقى بقى تضيفيه بشويه حتى يتجمع لك الخليط باش ما يجيش قاصح. الا كثرتي الدقيق راه غادي يجي قاصح وما غينجحش معك. المهم العجينه خاصها تكون مجموعه على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا، ما تكونش قاصحه وما تكونش مرخوفه ثاني بزاف. كيف ما قلت لكم البنات راه ما كندلكوهاش، غير كنجمعوا فقط. صافي جمعتها. هنايا البنات غادي نخليها غير واحد 2 دقائق على ما جبت اللاطه هكا وفرشت ليها ورق الطبخ، ورق الطهي، ولكن ضروري تدهنوه، يعني واخا ورق الطهي ضروري تدهنوه. وصافي هنايا دازت 2 دقائق البنات راه فيها الخميره، ما تخلوهاش راه غادي تختمر، ما تخلوهاش تختمر، خليتها غير واحد 2 دقائق ارتاحت. صافي كنرجع كنقطع كويرات، غادي نديرهم حريبلات صغيورين على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا. نقطعهم كاملين حريبلات صغيورين باش يجيوني ساهلين في التشكيل ديالهم. مني نرجع ليهم نبغي نشكلهم غنشكلهم، راه ما كنخليهاش نهائيا البنات هنايا. ما غاديش نخليها ترتاح بزاف حيت فيها الخميره. صافي غير كنكملهم كاملين هاد الحريبلات، كنغطي عليهم وكنرجع لاول وحده نبدا نشكل فيها. وصافي هنا كيف ما كتشوفوا غادي نرجع لاول وحده، وما تبقى غادي نغطيه ببلاستيكه. ضروري غطوها ببلاستيكه ولا
البلاستيك الغذائي المهم اللي عندكم. صافي هنا بالنسبه للزيت دوزت واحد شويه على سطح العمل، راه درتو غير مره واحده غير في الاول فاش بغيت نبدا، دوزت واحد شويه باش نتفادى انها تلتصق، اما هي راه ما كتلتصقش نهائيا. فما تدهنوش، عندكم تبركوا تدهنوا في هذا، ما ديروش الزيت، راه درت غير واحد شويه كيف ما قلت لكم غير نتفادى انها تلتصق، ودرتو غير مره واحده فقط. وصافي هنايا من بعد ما كملتهم كاملين في هذا الاثناء راني مشعله الفران، غادي ندخلهم للفران غير يتشمعوا البنات، غير ينشفوا فقط، ما تخلوهمش يتحمروا. هنا كيف ما كتشوفوا البنات راني ما خليتهمش يتحمروا، غير شي جوانب، راكم عارفين الجوانب ديال لاطا كتدير. عندي فران ديال الغاز اللي شعلته قبل مني بديت كنسرح فيهم اولا كنشكلهم، شعلت الفران صافي دخلتهم واحد 5 دقائق ولا 7 دقائق لو ماكسيموم صافي. وكتحيدوهم كتغطوهم البنات وتخليهم هكا حتى وكان يبردوا، عاد تبداو تقطعوهم. هنايا انا كناخذ ب3 ب4 وكنقطعهم على هذا الشكل. بالنسبه للمبتدئات بداي غير بوحده ولا جوجات كاع، وقطعيهم غير وحده ولا جوجات، كنقطعوهم بشكل مائل باش يجينا يعطينا واحد الشكل ديال اللوزه، كيجي واحد الشكل اللي زوين بزاف. المهم هنايا غادي نسرحهم، خاصها تجي مسرحه كامله في اللاطه. غادي نقص شويه من ديك اللاطه الاولى وغادي نعمر هاد اللاطه الصغيره، خاصهم يجيو هكا مسرحين. وهذا هو هادو هما القريشلات ديالنا من بعد ما وجدوا. بالنسبه لثمن البيع 60 درهم البنات، هو ثمن البيع انا بعتهم ب50 درهم. راكم عارفين يلا مبتدئه، فبغيت هكا نشد كليان، بغيت نزعمهم. المره اللي صوبت ليها كانت كتاخذهم ب60 درهم، انا خليت لها غير 50 درهم باش هكا نشجعها. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم. الى عجبكم هاد الفيديوهات كتبوا لي في التعاليق، وما تنساونيش من لايكات. البنات اللي ما مشاركيش معايا دخلوا شاركوا معايا فضلا وليس امرا، ونتلاقاو ان شاء الله عما قريب في فيديو جديد. مع السلامه.